النهارده الحلقه سخنه نار حرفيا بتلسع. هايله سوعد. اللي معايا النهارده مالتي تاسك بالفطره، يقلب لك شاي، يحول لك قناه، ينزل لك مشروب، كله بايد واحده. الزبادي عنده مش بس بيتضرب في الخلاط، ده بيطلع ميتينه. نجم الشارع، باشا الماتشات، بلال. ايوه معاك واحد شاي ويصلحه. واهلا وسهلا بيك. عاملين ايه يا جدعان؟ عاملين ايه يا جدعان؟ واهلا وسهلا بيكم في البرنامج الاكبر والاضخم انتاجا في مصر والشرق الاوسط. وفين؟ وفي بيبا الفاشن، بيبا البيبا، برنامجنا وبرنامجكم. عامل ايه يا عم بولا؟ 100 100 يا باشا. اخبارك ايه؟ 100 100. انت عامل ايه يا هندسه؟ انا زي الفل والله، الحمد لله كله زي الفل. خلاص هندسه بقى، احنا نقعد ندسه لما انت كنت لسه من شويه. في البدايه كده انا عايز اقول لك ان انت ببص لك كده ما بحسش انت قهوجي، بحس ان انت فود بلوجر، لازم مدرب تنس. اصل ابا عن جدا دي شغلانتي، تمام. فاهم؟ لازم اللبس النضيف، الهدوم المكويه، البرفان الدنيا قبل ما الرايقة. تنزل. انا اتعودت على كده. طب اتعودت برفانات أبقى- عندك طبعا بريحه التفاح. لا ده لا يا راجل، لا البرفانات انا مصرف ومكلف بولس عند وبتاع. اللول. الدنيا كلاسيك كده، الدنيا نضيفه واقف. فرق من انا بعاملك كانك داخل، مش داخل قهوه، انت داخل مطار. لازم اعاملك معامله الباشا. تشرب حاجة يا أخ؟ حاجة ساقعة لو سمحت، وعندك واحد شاي بحليب. أنا آسف. بسببك ليه؟ كرهتني في التعليم، ليه؟ خليتني اصلي صلاه توبه. طب ليه اللي أما حصل؟ روحت انت خليتني اسب ملل، قلت لي انا عندي امتحان وهسقط ومش هسقط. انا ساعتها قلت لك يا بلال خليك في المشروبات وطور نفسك وفوقك يا ابني، التعليم ده مش كارك. انا كان هيجي لي رب. ليه يا راجل؟ انا شارب في اليوم ده 38 حجر رص بسببك. انت فشختني في دماغي. إيه اللي حصل؟ كان صعب قوي يا بولا. ما انا مش داخل، واحد داخل ما فكرش يذاكر غير في بدايه الثانويه. فتقوم داخل تخش اشرح لي رياضه. اعمل ايه؟ انا عايز اخش هندسه. انت دلوقتي لو جالك عيل صغير وقال لك انا عايز اشرب شيشه، تقول له خد اشرب سلوم عشان دي خفيفه على صدرك؟ لا، ما هتتخانق برضاش. معاه وتطرده؟ لا دي من زمان ابويا منع اصلا الحوار دوت. فانا الاول كنت بقول لابويا مثلا ما نديله وكده، قال لك حرام ما ترضاش مثلا ان ابنك يبقى قاعد وتخش مثلا يشوف. حتى الراجل لو جه شاف ابنه هيقول له ترضاه على ابنك في بتاع. فابويا ما كانش بيرضى بالموضوع ده. الله على المرايه يا جدعان. روبي ممكن يدورها ماكس اصلا يا باشا. انا لا انا رابط العيال في الحمام وقاعد بيحنوا. انت دلوقتي يا عم بلال بتوزن الزبون ازاي؟ يعني لما بيجي داخل عليك كده انت بتوزنه ازاي؟ يعني انا مثلا في لقطه كده بتتعمل معايا دي ايه؟ بخليك صاحب المكان. انا فاتح الهندسه داخل يبعت معاك قهوه مانو للهندسه. ايوه على طول يا باشا. ليه؟ الهندسه من زمن الزمن واحنا مع بعضينا حافظين بعضينا. انا عارف الهندسه بيخش بيشرب القهوه، ما يشربش القهوه، يشرب الشاي، مش هيشرب غيرهم. من الاخر معروفه. شكرا ناس. جيب معايا ابنه شويه عصير، جيب لك شويه عصير للواد نص هندسه فرخة. وبتاع. عايز فرخه في الخلاط. عايز اعمل لك اضرب لك حمامتين، غزي الواد هندسه. الزبون بتاع العصير دوت انا اموت فيه، بعشقه. انت بتاعي. لا زبون الشاي انا ما بحبوش، انا مش عايز اخش عليه. انا عارف مثلا في ترابيزه بتجيلي شايات ده ببعت لاي حد، انت مش تقرفني. داخلين مثلا الاربعه مع بعضيهم، هات 4 شاي من غير ما اخش. انا حفظت شاي. انا عملت ايه؟ انا شاي. انت اصلا لو عملت اشعه الكلى عنده لا بس في ترابيزه بقى كانت كانتش بتقعد تشرب غير قهاوي، بس دي بتقعد جنب المكتب عندي. انا كل واحد حافظ نفسه بيقعدوا جنب المكتب. بس غيرتهم دلوقتي بقت حاجه ساعه وبتاع، وابتديت اطور منه. أيوة. بس في واحد من بعد ما شرب الحاجه ساعه وغليت بقى بيشرب شخدر بس. وهجيبك بدل الحاجه ساعه بعد ما غليت. كل واحد هفضحه بعد كده، واللي عليه فلوس يجيبها عشان اللي ليه فلوس طالبها. احنا عايزين فلوس ماني. بس يبغى لها فلوس، واجيب سيارة، ابيع الدنيا، اشتري عمارة. القهوه في العموم اكتر مكان بتاخد فيه قرارات، فاهم قصدي؟ أيوة. يعني انا بالنسبه لي قهوه وبير السلم. اشمعنى بير السلم؟ مش عارف، بس هو اكتر من الاماكن اللي بحس ان انا بقعد فيها انا وشيطاني ودماغي. اكيد بقى انت بتقابل من الرجاله دي كتير. لا ده انا بقابل كتير قوي، واللي فتح مشاريع وقفلها، واللي فتح شركات، وانا هاخد السكرتيره، وانا هدور العمال، والعيال بتقسم السكرتيره يقسموها بالايام على بعضيهم. السكرتيره دي بتاعتي انا. انت فاهم؟ لا انا اللي هاخدها. ايوه. وفاهم. واتخانقوا بقى، اللي هو ممكن يحصل شده ما بينهم بسبب اللي هم فتحوا فاهم انت؟ استاذ نوال انا سبت وثلاث. استاذ نوال معايا. هم 10 رجاله مثلا قاعدين جنب بعض كده على المكتب. نفتح مشروع. طب يا رجاله احنا معناش فلوس. لا ما احنا، انا عندي فكره. يا رجاله الفكره. انا واقف بستمع اشوف
العيال يمكن اخش معاهم في مصلحه بتاع. ايوه هنرزق واخد بالك، كل واحد هيجيب مكنه ب 65,000 هنقسطها حلو. هنحرق المكنه ب 50. نولع في المكنه. لا هنبيعها ماشي. ب 50. تمام. يبقى خسرنا 15,000 في كل مكنه، على 10 تنفار يبقى معانا 500,000. طب هتعملوا ايه يا رجاله بال 500,000؟ قال لك ب 250 نفتح قهوه و 250 نفتح سوبر ماركت. مش احنا 10 تنفار نشتغل في الاثنين، حلو. كل 5 يشتغلوا في مكان. طب يا رجاله هتسدوا منين؟ قال لك لو كسبت ادينا بنسد الاقساط والدنيا ماشي، ولو خسرت قال لك عشان نتحبس كلنا مع بعضينا ونبقى حبسه واحده. انتوا بتفكروا ازاي؟ لحد ما ربنا كرمهم ووزعنا، قلت لكل واحد يتوزع فرقوا عن بعض، كل واحد يشتغل. انت بتفكرني يا اسطى بايام صعبه قوي يعني. كان في مثلا 3 4 اصحابي كده، مش عايز اقول اساميهم، كريم وعمر وسيحه. مش عايز اقول اسامي. الشله دي يا اسطى لما بنتجمع مع بعض انت فاهم بيبقى في كرب. في حاجه غلط. ربنا سبحانه وتعالى بيسلط علينا كرب شديد احنا ما بنعرفش نخرج منه. انت فاهم لما بنتفرق وكل واحد فينا بيروح مكان، سبحانك يا رب الراجل راح يشتغل وده ربنا كرمه وسافر. فاكرين العاصمه الاداريه؟ خلاص بقى خلاص. كنا بنتسجن يا ولادي. احكي لي بقى عن اغرب زبون طلب حاجه حصلت لك في القهوه. في زبون اللي هو بقول لك طلب كمون، عايز واحد كمون. مشروب كمون. كمون يا عم. كمون ازاي؟ كمون. طب يا عم الكمون ده بالشرب يعني عادي كده؟ قال لك كمون. تغليه ميه مغليه وتشرب كمون مغلي. طب اعمل لك يعني بملح ولا اعمل لك بسكر؟ مش عارف. طب لما كمون ممكن واحد يخش عليك بقى يقول لك اعمل لي انا مش كوبايه ورق لورا مثلا. انا حاسس ان انا فاتح عطار عندي. انت فاهم ايه يا جدعان دي قهوه؟ بس في زمان مأملها. ده في زبون يقف لك على الجنيه سابك 34 جنيه مثلا، يقف لك يديك ال 35 واقف جنبك سابك 34. ايوه ابو انا مديك 35. عايز الجنيه معلش اللي هو فاهم انت. طب معيش جنيه فك والله خلاص يبقى لي جنيه. طب ما كان ممكن تتزنق تطلع في الحمام وانت بتفك مثلا واقف تدور. لك جنيه يا اخويا. يبص كده في زبون مأمل. امسك كده طيب. اصبر امسك بس. ايوه ما ايه يعني بره مفندقه. ايوه تيجي عندنا بتحط الطب قبل ما تخش باب القهوه. جربنا. وكل واحد عارف نفسه نيتي. كل واحد عارف نفسه، اللي عليه فلوس يجيبها عشان اللي ليه فلوس ايه يا عم فتحي؟ طالبها يا باشا. ايوه انا بقول مش هقولها تاني. مش عايز اقول اسامي. محمود شعبطه. ابراهيم قلاوز. لو جالك زبون بقى ايه انت ما تعرفوش وبكس قعد يشرب 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 وجه في اخر اليوم قال لك انا مش هدفع، تاخده توقفه على الشاشه ولا بتعمل؟ لا انا في الحاله اللي زي دي اشوف معاه تليفون. معاك تليفون ممكن يقول لي ما معيش. صلي بينا على النبي. قبضكم يا رجاله، قبضكم مع الراجل ده اول ما يقوم تحاسبوه واسيبهم وانا. انا هروح للعيال من غير فلوس. روبي بقى له 4 ايام ما روحش البيت. يخش عليه يركبه يا اسطى مكان اللي ياخد الواد يعني يجي يشرب شيشه لقيت محمد اللي جابك هنا. من المواقف الغريبه يعني اللي حصلت معايا في القهوه، قلت له سمحت عايز واحد قهوه بحليب. حليب؟ يعني حليب. داخل تقول حليب في القهوه كده عادي؟ ما انا ما اعرفش ان انا بقول حاجه عيب والله. ما اللي قلت قهوه بلبن. ما انا قلت له تقريبا بلبن مش بحليب. يا نهار ازرق والله العظيم. يا نهار ازرق. عمل لي كده قال لي انت عايز ايه يا هندسه؟ قهوه بايه؟ انا ما قلتلكش انا ما قلتلكش ردعني. انت لو كنت قلت له ردعني كانت هتبقى احسن. اوفر صح؟ تبقى احسن ليه. قال لي اسمها قهوه فرنساوي يا هندسه. فرنسا تقولش لحد بلبن دي تاني. عيب. انا مش عارف انا لو شتمتك بامك بتعمل معايا كده. غلط يا هندسه. ما انا ندمان. ما انت عرفت. انا اسف يا اسطى. ولا بينهج ولا حاجه ولا ما لقيته تمام. طب بعد ما جاب لك القهوه ما كانش بينهج بس هو طول. يعني خد حبه عقبال. في المواقف برضه الغريبه واحد قال لي هات سحلب من غير حليب. عايز سحلب من غير حليب. بودره هيسنفوا يعني. لا سحلب. شفت لو مؤاخذه شفت بيبقى لونهم عامل ازاي؟ أيوة. بس اخف بقى. شفت اما هم ايه يجوا يسيلوا كده بيبقى لونه ايه؟ لونه قاطع. فاهم انت؟ وليه واحد صاحبي تاني اسمه زوز الله يمسيه بالخير. خلاص ما تقولش اسامي بقى خلاص لو مؤاخذه زوز. لا اصل طبعا مسك كنا قاعدين بنتفرج على ماتش. هو بيحب الاهلي جدا. الاهلي مش عارف جه في جون ولا اتعادل ولا ايه حصل، لقيتهم ماسك الشيشه وقام دب رازعها في يا نهار ازرق والله غرقت الدنيا. مفيش من غير اصلا ما يتكلم قام مطلع فلوس من جيبه بتاع القهوه. جه قال له امسك مكانها اهي سيبنا نكمل بقيه الماتش. فكك انا سيبني دلوقتي عشان ما اكسركش واديك فلوسك. بالظبط. في ناس بشوفها هيجي له جلطه فعلا. يتعصب ويزعق. ايه يا عم في ايه؟ انا ما بحبش الكوره. يعني انا عندي ما بحبش الكوره. لو حبيتها
ما شفتش شغل. ايوه الباشا في ناس بتتعب جامد والله من الكوره ديت، بتجيلها جلطه، ممكن ناس من العصبيه وبتاع. حصل قدامك قبل كده ويشتم واحد قدامك ده قبل كده في القهوه؟ في الكافيه عندنا اللي في المعادي زمان بقى، كان ايام كانت قهوه بلدي، واحد قاعد يشرب معسل يتنبر معسل. واحد بيتفرج على الماتش. لا يا ريت، هو بيلعب كده وقاعد راجل كبير شرب يجي حاجه و30 حاجه. يا دي الراجل ده مات إيه؟ وقع على كرسي، والله مات ولعب بقه. الله يرحمك عم بيومي. ما انت عامل شالوا ربنا يا رب يتوب على الناس، يا ربنا يتوب عليا انا قبل اي حد يعني. اما ربنا هو يتوب علينا بذكر من نفسي. الشغلانه دي. بذكر نفسي قبل ما اذاكر اي حد يعني، ما تقلبش عليا اما واجع بقى يا عم. ماشي يا باشا. ما تقول لي اسماء الحاجات الغريبه اللي انتوا. الحلبه بحليب اسمها حصى ميزه، حصى ميزه. لو الشاي سكر بره هات شاي سكر في الحاره. وشاي تاني اسمه ايه؟ اديك في الحاره ولا اسمه ايه؟ لو فتله هات طياره سكر في الحاره وطياره في الحاره. شاي اسواني وفي شاي بربري. همجي بقى الشاي. لا البربري دوت انت بتقعد تشرب يتدلق عليك. لا البربري ده اللي هو زي الحليب برضو، بس اللي هو زي منه فيه كده ببراد بقى، ينزل لك ببراد وبتاع زي شاي حليب منه فيه. في بقى القهوه الساده بتبقى قهوه سكتو. عشان دي سكتو بقى سكتو. مش عايزين رغي كتير. لا ابلع لسانك. القهوه اللي فوق الزياده بيتقال عليها سرياوسي. لا الشاش ما فيهاش افتكاسات، في رهوان الاول ورهوان التاني. انا عايزك تتخيل معايا كده التيم بتاعك اللي انت شغال بيه، احنا شفنا لك كافيه مثلا في الساحل. تمام. وانت هتمسك انت والطقم بتاعك ده الكافيه ده. تمام. فانت بتاخد بقى التيم ده معاك، فاحكي لي بقى كل واحد فيهم كده هيعمل ايه مع الزباين بتاعت الساحل. روبي هو روبي انا مش هشتغل، انا قاعد بتفرج يا اسطى 67 شعرايه اللي في المغرب اهو فاهم. كل ما واحد يا اسطى يتف في ايده وينيمهم فاهم. ايه القرف ده؟ خالد ممكن يعمل ايه مثلا؟ خالد يا رايق حاضر يا باشا. الزبون ده خانقني. وانا خالد الزبون انا اسيب الشغل وامشي. هو ده حوده بقى يا اسطى يعمل ايه؟ لا حوده انا بعرف اجنده من الاخر. حوده يصبر. حوده قال لا حوده بتاع هوب لا هنا ممكن طول ما واقف يقعد يمكن مستغرب ولا مصدوم. انتوا عشان كده خلاص يعني مفيش خالص. الناس اللي ما بتروحش قهاوي بلدي دايما بتبقى متخيلها دايما في دماغها التصور ده. المعلم عبد برعي قاعد على المكتب لابس الشيشه. الشيشه بالظبط والجلابيه وبتاع العمه. الراجل مثلا اللي بيشغل جوه على البوفيه ده طول الوقت يا اسطى يعني عنده ميه هنا وعنده ميه في منطقتين، يعني منطقه مش هينفع اتكلم عنها في الباك اريا الثانيه وهنا يا اسطى ده هل مصدر اللبن اللي بيبقى في القهوه لا اللي هو ممكن يقعد يمسح ايده بقى بتاع كده. الراجل بقى اللي بينزل الطلبات ويحاسبك في الاخر. انا ليه انا وشي ايه في حاجه اتراكتيف او جذابه ان هو يحكي لي حاجات ما تخصنيش وتخص هو بشكل شخصي. كان عليها فلوس جمعيه والست ام عبير اللي جوزها بيطير خدت مني فلوس الجمعيه وعليها 1500 وبتاع. اصل انا لما جيت دخلت الوصله دي بطلع الوصله الثانيه البطاريه يا عم انا مالي. انا اصلا اول مره اشوفك تحكي لي عن قصص حصلت مش بتاعتي مش بتاعتي وحاجات جوه. عايز اقول لك مش جوه البيت ده ولا جوه الاوضه انت فاهم. ده يعني ده جوه اعماق العلاقه. ده جوه كنت عنده. انت بلال اكتر شخص مكروه او مش مكروه في البيوت. مش انت في الزوجات للزوجات للستات. يا رب القهوه دي تقفل مثلا. ده لا ست في ايه يا ست كده. انت متخيل كميه الدعاء اللي انت بتاخدها؟ طب ايه ده في ناس فاتحه بيوت مش غير القهوه دي ولا ايه؟ انت مراتك نفس القصه كده؟ لا انا مراتي ايه بقى خلاص بقى ده شغل حاجه اساسيه. ما فيش شغل ما فيش انت عارفه. فيش فلوس فيش خروجه فيش سجاير ليله سودا. ابا عن جد نعمل باجور بقى والدكه والشغل اللي هو بتاع زمان ده. كانت العيال تيجي تقعد تذاكر الصغيره لا ده بقى عيالهم كمان. فيها القهوه برضو فيها ميزه من المميزات اللي فيها ان مثلا ممكن تلاقي مهندس قاعد جنبه دكتور، قاعد جنبه واحد مثلا كان نائب في البرلمان، قاعد جنبه واحد مثلا عامل نظافه. ان ممكن دي تكون الوسيله المباشره لاي حد ان هو يتواصل شخصيا مع الفئات المختلفه دي من المجتمع يعني. فممكن افهم في مره وجهه نظره ويفهم وجهه نظري. ممكن اقعد انا اقول له كلمتين كويسين، الكلمتين الكويسين دول يطلعوا منه بني ادم كويس. زي ما قلت لك هي مكان ده بياخد اكسبيرينس ده بياخد اكسبيرينس ده. الموضوع مش بس مقتصر على انت بتقعد تشرب. جميع الفئات قاعده عندك. انت فاهم الخطه. مستشار قاعد جنبيك، محامي قاعد جنبيك، كهربائي قاعد جنبيك، سباك. ناس كتير بتيجي تقول ما انا بحبش قعده القهاوي.
هو انا عايز اقول لك ان انت اللي بايدك تخلي القهوه اللي انت بتقعد عليها دي كويسه، وبايدك تاني ان انت تخلي القهوه اللي انت بتقعد عليها دي مش كويسه. خلي بالك برضو اللي انا عايز اقوله لك ان انت تبقى قاعد على القهوه ومحدش يجي يقول لك لا والله لازم تشرب شيشه، لا والله لازم تشرب سجاير، لا والله لازم تعمل حاجه غلط، لا لازم والله تتكلم على فلان. لا انت ممكن تقعد عادي، يعني تقعد براحتك تعمل اللي انت عايز تعمله من غير ما تاخد في اعراض حد، من غير ما تعمل حاجه غلط، من غير ما تعمل اي مصيبه. تمام حبيبي عم روبي. يا اسطى بص سفاح والله، والله سيريال كيلر يا اسطى. انا اتبسطت بالحلقه الحلوه دي حبيبي هندسه والله، وضحكت لما الله يبارك لك يا باشا. فشخت. انتظرونا الجزء الجاي. مشروب الاسبريسو بالحيوانات اللي انت شربته لا لي لا ده، لا 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 وربنا يستر اصلا ما اطلعش اسبوع وابدا ارجع وبتاع لا لا الامتحان. فل عليك يا هندسه. حبيبي حبيبي هندسه. ايوه جاي ايوه جاي. سلام عليكم.